عسلامة ومرحبا بيكم. وصفتنا اليوم باش نعملوا بسكوت الدرع، وفما اللي يسميه الدرعية. وصفة من زمان نسووها، بنينة برشا. خليكم معايا باش تشوفوا الطريقة. حطيت كعبتين عظم درجة حرارة الغرفة، وباش نحط عليهم نص كاس سكر وشوية فانيلا سايلة، وباش نضيف ساشي سكر فانيلا، خاطر ريحة الفانيلا نحبها برشا في نركز الحلو. المكونات الكل مع بعضهم، ومن بعد نضيف بعد ما ركزتهم بالكدا نضيف عليهم نص كاس زيت زيتونة ونحرك، ونضيفوا مغرفة كبيرة مزهر ولا العطرشية. وبعد ما خلطهم الكل بالكدا نضيف عليهم كاس فرينة، الكاس يكون نفس الكاس اللي نستخدمه. وحطيت ساشي لخميرة الحلويات اللي هي البيكن باودر، ومن بعد نفس الكاس اللي حطيت به الفرينة باش نحط كاس ونص ذراع. توا باش نعجن المكونات الكل مع بعضهم على أطرف صوابعنا، وباش نجو لآخر مرحلة اللي هي سر بنة البشكوتو. باش نحط مغرفة بسبيس باودر تعطيكم ريحة وطعم في البشكوتو الدرع، بنينة برشا. بعد ما كملت العجينة نجو لهنا لمرحلة التشكيل. نجمو نشكلوا الشكل اللي نحبوا عليه. هروشت شوية لوز وكورتها كويرات صغيرة، وباش نحط اللوز من فوق، ونكملوا العجينة كاملة بنفس الطريقة. بعد ما كملت الطبق كامل ونكون محضرة الفور قبل ب10 دقايق، يكون على درجة حرارة 180 درجة، ونخليه لمدة 20 دقيقة باش يطيب. بعد ما حضرت الدرعية متاعنا، شوفوا المنظر محلاه. ريحة البسباس اللي حطيناه فوحة في الدار. وصفة سهلة برشا، تمشي مع كويس قهوة ولا كويس تاي العشية. جربوها، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ووصفاتنا المزيانة. وشكرا.